الحمد لله الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، أرسله للخلق كافة بشيرا لمن صدق واتبع ونذيرا لمن كذب وابتدع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون بخير الدنيا ونعيم الأخرى. فاتقوا الله عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن خير زاد تهيئه لقبرك وتنور به رمسك هو تقوى الله، فإن التقوى زاد هو خير زاد. قال تعالى: فاتقوني يا أولي الألباب. المتقي هو باللب صاحب العقل، ومن لا تقوى له لا لب له ولا عقل له. فليأتي الإنسان، فإن العقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الكبير، أي يمنعه عن ارتكاب الكبير. فمن لم يمنعه عقله فلا لب له ولا عقل له. فإذا بعده عن التقوى لنقص عقله والعياذ بالله. والله يجعل لنا ولكم من العقول أزكاها، ويجعل لنا من القلوب أخشعها لله سبحانه وتعالى، ومن النفوس أطيبها. فإن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في حياته يكون في قبره على أحسن حال، ويكون يوم القيامة قرب مولى بلال محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذ التقوى وصية الله للأولين والآخرين، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى لها شأن عظيم، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى تعظيم ما عظم الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى الله. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شعيرة على الإطلاق لله الخلاق، هو محبوب الإله الخلاق،
محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن تعظيم هذه الشعيرة أننا إذا دخل شهر ربيع الأول فرحت قلوبنا وتبهجت القلوب وفرحت بشهر ميلاد الحبيب المحبوب محمد محبوب علام الغيوب صلى الله عليه وآله وسلم. دليل التقوى الإيمان ودليل الإحسان محبة سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا تجد أناس يفرحون، فمن نهى عن تلك الأفراح إنما لأن الإيمان بعد عن قلبه وتقوى الله بعد عن قلبه، فلهذا صار يتأذى من تلك الأفراح، لأن هذا الفرح مسك طيب، والجعل يتأذى من المسك الطيب. أما الطيب يحب سماع الطيب ويحب ذكر الطيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات المقربات لله رب البريات، كما قد درج على ذلك في كثير من بلاد الإسلام. فالله يزيدنا ويزيدكم فرحا بالنبي محمد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لأهل الأرض، رحمة لأهل السماء. فهو الرحمة التي نفرح بها، إذ ما شرف هذا الوجود إلا بوجود الحامد المحمود محمد. أمن هذا الكون وهذه الأمة من الخسف العام والمسخ العام ببركة وجود سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي لولا ما عرفنا إسلام ولا عرفنا إيمان ولا عرفنا شيء من الأحكام إلا بواسطة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاءنا بدين الإسلام، دين الأمان، دين الاطمئنان، دين المحبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا محبة له. فأساس الإيمان وأساس الإسلام وأساس الدين الإسلامي المحبة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكمل إيمانه إلا بذلك، حيث كانت المحبة. فلهذا كان من الأشياء التي يسرع إليها قبول الدعاء أن تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب. هذا هو الاسم الأعظم. إذا أردت الدعاء يستجاب، ادعو لإخوانك، فإن الملك يناديك ولك مثله، مثل الذي تدعو به لأخيك المسلم يناديك ولك مثله، وبك أبدأ. ثم أعظمها بشأن ولا يدعو لأخيه المسلم إلا سليم الجنان، من صفى قلبه سبحانه وتعالى عن الحقد والحسد والبغضاء والشحناء والكبر والغرور والرياء. هذا القلب السليم هو محل السر من المولى الكريم. فإن القلب الملوث بعيد عن الأسرار، بعيد عن الأنوار، وإن قام الليل وصام النهار لا يدخل في قلبه مثقال ذرة من نور. إذا أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، بل ينظر إلى قلوبكم، محل نظر الله سبحانه وتعالى. فطهروا القلوب عن الأدران، واحفظوا اللسان فإنه صغير جرمه لكن كبير جرمه، واحفظوا العين والأذن فإنها هذه ودائع ودعنا الله إياها، فمن حافظ عليها فقد حفظ الأمانة، ومن خان في النظر أو في السمع أو في النطق
فقد خان الأمانة التي أودعه الله إياها. وكل ما معك في جسمك أمانة من الله، فحافظ على الأمانة، فإنك يوم القيامة مسؤول عن كل ما أودعك الله سبحانه وتعالى من تلك النعم. وشكر النعم أن تسخرها بطاعة المنعم سبحانه وتعالى، وكبرها وجعلها هو أن تسخرها في معصية المنعم. فبئست تلك المعصية التي تفعلها إذ توقعك في سخط المولى سبحانه وتعالى. فقد جاءنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكل خير، وكان أشفق علينا من أنفسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. هذا نبي الرحمة، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي جعله الله رحمة للعالمين، رحمة للمؤمنين، رحمة للعاصين، فإنها لا تعجل لهم العقوبة. وقد كان في الأمم السابقة إذا عصى إنسان كتب على باب دار فلان عاصي بكذا، لكن هذه الأمة أمة مرحومة مستورة ببركة نبي الرحمة محمد، رحمة للكافرين، لأنه لم يعجل لهم العذاب، بل لا زالوا في نعم من رب الأرباب. أخر الله عنهم ذلك. لماذا؟ لعلهم يأملون بسيد الأحباب محمد. فالنبي محمد لا يريد أحد أن يدخل النار. فقد مرت جنازة لكافر فدمعت عين النبي محمد، قال: يا رسول الله إنها جنازة كافر. فقال: نسمة شردت مني إلى النار، ما بقى أحد يكون من أهل النار. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم في الجنة، ما أحد في النار أبدا إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ من صدقني دخل الجنة، ومن كذبني فقد أبى. هذا هو الذي بعد عن طريق التقوى، هذا هو الذي بعد عن طريق النجاة، فاختار طريق الهلاك. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا طريق الجنة وطريق النار، فقال تعالى: وهديناه النجدين. هذه طريق الجنة وهذه طريق النار، فاختر لنفسك أي الطريقين تريد. تريد طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الأولياء والصالحين، أو طريق الهالكين؟ انظر من قدوتك، فأعظم قدوة لنا هو النبي الأعظم. فماذا علينا أن نعرف سيرة هذا النبي العظيم؟ فما أهون الدين على الإنسان إذا لم يعرف شيء عن نسب نبيه، عن سيرة نبيه، عن شمائل نبيه، عن خلق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك الدين عليه هين. وللأسف قد تعدى هذا الأمر حتى للأطفال الصغار، يخرجون إلى المدارس ويرجعون من المدارس ولا عندهم شيء، ولا معرفة عن سيرة سيد الأبرار محمد، من الأمور البسيطة، عن أخلاقه، عن سيرته، عن شمائله صلى الله عليه وسلم. فكيف نريد أن نقتدي بخير الخلق محمد؟ لو اقتدى به أحد ما أصابه أذى. السلامة كل السلامة في الاقتداء بالنبي محمد. إذا أردنا أولاد وذرية صالحة فعلينا أن نربيهم على شرع النبي محمد، قرآن النبي محمد، أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد هدانا لأحسن الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ ما هناك خلق من الأخلاق الحسنة إلا وهو مأخوذ عن منهج سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما من هناك مشكلة ولا معضلة إلا ونجد حلها من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكيف لنا بذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم أن العبد بحسن خلقه يدرك مقام من يقوم الليل ويصوم النهار بحسن الخلق. وقال تعالى: لم يقل في النبي محمد وإنك لعلى دين ولا عبادة ولا علم عظيم، لكن قال: وإنك
وإنك لعلى خلق عظيم. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق هي أساس المجتمع، فحيث ذهبت الأخلاق من المجتمع ذهب ذلك المجتمع. فكبر عليه 4 لوفاته. فالبلد التي ينتشر فيها الرذيلة ولا تنكر ولا ينشر فيها الفضيلة فتلك بلد ميتة. إذ نحن ما كنا خير أمة إلا بواسطة من؟ بواسطة الحبيب محمد. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجعل هذه الأمة خير الأمم، لكن بشرطين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث لم تقم بهذا الشرط فقد ذهبت عنها الخيرية. فكل بلد لا يؤمر به بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فتلك البلد بلد شر، لا بلد خير. لكن ما دام يتعاون فيها البلد على التآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتلك بلد الخير. فلهذا إذا نزلت بنا فيروسات أو بليات أو تسونامي أو زلازل نرجع لأنفسنا ولا نقول هذه حوادث طبيعية، لا، نرجع لأنفسنا لأن هذا كله بما كسبت أيدي الناس. فرب الناس يغضب إذا انتهكت محارمه ولم ينكرها أحد. يغضب ربنا سبحانه وتعالى. كان هناك أمة 100,000 فيهم 60 من الأشرار و40,000 من الأخيار و60,000 من الأشرار. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي ذلك الزمان أنه مهلك تلك الأمة. قالوا فيهم الأخيار؟ قال نعم وبهم أبدأ. لماذا؟ قال لأنهم جالسوهم آكلوهم، والمجالسة والمؤاكلة دليل على رضاهم بالمنكر الذي يقول. فالرضا بالمنكر منكر، والرضا بالمعصية معصية، والعياذ بالله. فليتنبه الإنسان وليكن العبد مشفق على دينه، مشفق على أولاده، مشفق على ذريته، فإنه لا نجاة لنا إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. سبيل النجاة التقوى، والتقوى هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم للتقوى في السر والنجوى، ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ونكون على إيمان دائم بالإله الدائم سبحانه وتعالى. نتواصى على الحق ونتواصى بالصبر. فإن الإنسان كله في خسران إلا من آمن، إلا من عمل صالحا، إلا من تواصى بالحق، إلا من تواصى بالصبر. فهؤلاء الأربعة الذين خرجوا من الخسران. فليتنبه الإنسان أن يكون من أهل الخسران ومن أهل الهوان، وليكن حريصا على أن يكون من المقتدين بسيد الأكوان محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم الاقتداء بهذا النبي العظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنيات
الحمد لله الحمد لله على جميع نعمه كلها. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، فإن لله سبحانه وتعالى نعم لا تعد ولا تحصى، له على كل لمحة نعمة، بل على كل مجرى بسم. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، أرسله رحمة للعالمين، الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب المؤمنة. إذا هل شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم استبشرت القلوب المؤمنة بهلال شهر ربيع الأول. والله يجعل لنا ولكم نصيب وافر من شهر ربيع الأول، نكثر فيه من الصلاة على الحبيب محبوب الإله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وترياق الأغيار وفتح باب اليسار. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار عدد نعمك وفضائك. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحرصوا على تقوى الله، فمن تقوى الله سبحانه وتعالى أن يجدد العبد دائما توبة لله واستغفار ورجوع للإله العزيز الغفار. فإن الندم عن الذنوب توبة، كما قال سيد الأولين والآخرين: الندم توبة، وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. فمن تاب إلى الله توبة نصوحة زكاه الله سبحانه وتعالى في ظاهره وفي باطنه. فإن الاستغفار ندم ورجوع لله العزيز الغفار. فأكثروا من الاستغفار، خصوصا آناء الليل وأطرافنا، خصوصا في وقت الأسحار، حيث ينادي منادي العزيز الغفار في الثلث الأخير من الليل: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب؟ في كل ليلة ينادي منادي العزيز الغفار. فهنيئا لمن وفقه الله في تلك الساعة لعمل صالح مرضي لله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وإياكم للطاعات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فأكثروا من الاستغفار والندم والرجوع للعزيز الغفار، فإن المستغفر في أمان. ولو أمطرت السماء مطرا بالفيروسات والبليات، وجاءت التسوناميات، وجاءت المصائب، وصبت السماء بالحجارة، فالمكثر من الاستغفار في أمان. فالمكثر من الصلاة على سيد الأبرار في أمان. فعندنا أمانان: أمان الاستغفار، وأمان الإكثار من الصلاة على سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصدقات تدفع البلايا، كما قد ورد عن سيد الأنبياء محمد: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقيك من المصائب، تقيك من الحوادث، تقيك من جميع البليات. فأكثر من الصدقة في السر والإجهار، تفوز برضا العزيز الغفار. وأكثروا من الاستغفار، وأكثروا من الصلاة على النبي المختار محبوب الإله الجبار سبحانه وتعالى. فإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الواسطة في كل ما ترجوه،
فهي أقرب وأحسن وسيلة في استجابة الدعوات، إذ أن الدعاء إذا لم يبدأ بالصلاة على النبي محمد فذاك دعاء ناقص. ويبدأ بالصلاة على النبي محمد. إذا أردت أن يكون دعاؤك أقرب إلى الإجابة فابدأ بالصلاة على النبي محمد، واختم بالصلاة على النبي محمد، واجعل الصلاة على النبي محمد في وسط دعائك، فإنه يكون كمن وحقيق لك أن يستجاب لك ذلك الدعاء. فهي سبب لنا في كل ما رمناه من ربنا سبحانه وتعالى. وقد سماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي الصلاة عليه الماحقة، لأنها تمحق السيئات، فلا تبقي في صحيفة سيئاتك سيئة. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عليه فيها الأجر العظيم والفضل الكريم. يكفيك أن الله سبحانه وتعالى يصلي عليك، فقد قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، والصلاة من الله رحمة. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى علي مرة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع الله له 10 درجات. هذا كله ببركة الصلاة على سيد السادات. كيف لا نكثر من الصلاة على النبي محمد؟ وقد أمرنا الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة قدسه وأيها بالمؤمن من عباده تكريما، فقال تعالى مخبرا وآمرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، خصوصا سادات والقدر علي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بضعة مولانا الرسول، وعن أمها خديجة الفضلى محبوبة الرسول من خصها الله بالسلام فوق 7 سماوات وبشرها بقصر في الجنة لا سخط فيه ولا نصب، وعن سائر أصحاب رسول الله وعن سائر أزواج رسول الله وعن سائر أهل بيت رسول الله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا وانصرنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم صل علينا واصلح بنا واصلح من في صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم صل على الإمام الأمة والراعي والرعية واطفي نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين واحفظها من الفتن والبليات والفيروسات والتسونامي وجميع الأذيات، واجعلنا وإياهم يا رب الحسن الحصين جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.